مسلسل بربروس ولقاء عروج مع الأوروبيين والاتفاق معهم على تسليم ليراندو وكذلك أنطوان مقابل وقوف الهجوم على ميديلي، ولكن بيترو يقوم بخيانة الأب عروج ويطلق عليه النار، يسقط مغشيا عليه بينما يصرخ أخيه إلياس عليه. يركب خضر وإخوته سفينة إلى ميديلي أو إلى كليومونوس لتخليص أخيه عروج أو المساعدة. وهنا كراباي يستغل عدم وجود الرجال في الإسكندرية ويهاجم قصر عروج والنساء هناك فقط، ويطلب اعتقال كل الموجودين. تتصدى إليه مريم بينما أسماء إستر قديما تقف معها، وكذلك إيزابيل والعمة هما. بينما يأتي جيش جرار بالسفن البحرية ويهاجمون خضر، ولكن خضر رجل خبير بهذه المعارك ومتعلم ولديه خريطة البحر المتوسط، فيستطيع تدمير الكثير من هذه السفن، بل أخذ بعضها كسبا بسيفه وانتصارا عليهم. وهو لديه مدافع الحصى التي استولى عليها وكانت في طريقها إلى بترو إلى كليومونوس. ويقول بترو لعروج: لقد ماتت كل عساكرك الآن، ولا أعلم ما هذه القوة التي يمتلكها بترو هذا كي يجعله المخرج والمؤلف كما دراغوس الأحدب في مسلسل أرطغرل أو غيره من الأبطال الذين يعطيهم المخرج قوة السوبرمان. إن شاء الله تعالى تحدد للمسلسل يوم 20 من الشهر الجاري لعرضه، وإلى ذلك الحين نترككم في سلام الله وحفظه، وندعوكم إلى المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.